لو فجأة لقيتي ابنك شتم وقال كلمة وحشة، رد فعلك هيكون ايه؟ خلي بالك في 3 ردود كل الأمهات بتعملها، والتلاتة غلط، وكلهم بيثبتوا الشتيمة في مخ الطفل، واللي هقولك عليه دلوقتي هيغير طريقتك خالص في التعامل مع الموقف ده. في واحدة كانت بتحكي إن ابنها عنده 4 سنين وكان بيلعب بعربية، وفجأة العربية وقعت منه وقال كلمة وحشة قوي، قال شتيمة. هي بقى عملت ايه؟ وقفت مصدومة وبتسأل نفسها اعمل ايه؟ ازعق ولا اعمل نفسي مش سامع ولا اقول لبابا؟ بس الحقيقة بقى الغلطة مش في الكلمة او في الشتيمة، الغلطة في رد الفعل. بصي خليني اقولك من الاخر كده، الاطفال لما بيقولوا كلام وحش او شتيمة مش دايما بيقصدوا، يعني مش معنى ان ابنك قال شتيمة يبقى انت فشلتي في التربية. في اسباب كتير تخليهم يقولوا كلام مش حلو، يعني ممكن يكون سمعها من طفل تاني مثلا في الحضانة، او من حد في الشارع، او حتى مننا واحنا متعصبين، هو بقى ساعتها بيفتكرها لعبة. المشكلة مش في الكلمة، المشكلة انت هتردي على الموقف ده ازاي. خلينا عارفين ان كل سن ليه الرد بتاعه، يعني لو هو مثلا لسه صغير 3 أو 4 سنين هو فاكر ان الكلمة دي صوت مش معنى، يعني لو ردك على الموقف ده ايه الكلمة دي جبتها منين، ساعتها بقى الكلمة دي هتثبت في دماغه وهيحس انها كلمة حلوة ومش هينساها بسهولة. طب الحل ايه؟ الحل انك تغيري الكلمة في ثانية، يعني مثلا لو العربية وقعت تقولي له قول يا خسارة العربية وقعت. كل ما تبقي هادية في الموقف ده كل ما الكلمة هتتسحب من دماغه من غير ما يحس. طيب نيجي بقى للعمر اللي بعده اللي هو من 6 سنين ل9 سنين، ساعتها بقى اسأليه الكلمة اللي انت قلتها دي معناها ايه؟ لو مش فاهم اشرحي له بهدوء ان في كلام كتير بيزعل، والكلام ده مش بنقوله في بيتنا، وابدأي اقترحي عليه كلمات بديلة زي لما تكون متضايق يا حبيبي يقول انا مش مبسوط، مش لازم تشتم يعني وتقول الكلام الوحش ده. طيب بقى لو في عمر 10 سنين او اكبر، ساعتها هو بيختبرك بيشوف رد فعلك هيكون ايه. لازم بقى ساعتها تقعدي تتكلمي معاه، بس اهم حاجة من غير نبرة تهديد، وتقولي له الكلمة دي مش شبهك وانت اكبر من كده، ولازم تتفقوا على قواعد، يعني لو اتكررت الكلمة دي تاني ساعتها هيكون في عقاب، واثبتي على موقف. اهم حاجة ان كل ده يكون من غير صريخ ولا زعيق ولا حتى ضرب، عشان الشتيمة دي مش دليل ان ابنك قليل الادب، بس ممكن تكون علامة ان هو مضغوط مش عارف يعبر عن نفسه. وساعتها بقى بيجي دورك انت المهم، تعلميه يقول انا متضايق، انا زعلان، انا محتاج حب، قبل ما تعاقبيه على كلمه هو اصلا مش فاهم معناها. ودايما خليكي واعيه، مش كل كلمه وحشه تستاهل عقاب، اوقات بتستاهل فهم وحب. خليكي ام هاديه بس بتفهم ابنها، وتابعيني عشان نعرف نربي ولادنا صح.